سنة 1934 جه المعماري الإيطالي ماريو روسي وبنى لنا عمارة من أجمل وأفخم عماير وسط البلد، عمارة وايزر. العمارة دي موجودة ما بين شارع طلعت حرب وشارع التوفيقية، والعمارة دي اتبنت سنة 1934 وهي على نظام النيو كلاسيكي. وصاحب هذه العمارة هو الدكتور جاستون وايزر. جاستون وايزر ده هو صاحب شركة وايزر اللي اتأسست سنة 1909 وهي من أقدم شركات مستحضرات التجميل في مصر. الشركة دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي ومقرها موجود لحد دلوقتي في شارع رمسيس، والشركة دي انتقلت ملكيتها إلى الدكتور شاكر بولس، وبعد وفاته انتقلت ملكية الشركة لبنته الدكتور سلوى شاكر بولس. والدكتور وايزر كان جنسيته سويسري وركز كل خبرته على العناية بالشعر والبشرة في كل منتجات الشركة بتاعته. أما بقى المعماري اللي صمم العمارة الجميلة ديت هو المعماري الإيطالي الشهير ماريو روسي، واللي اشتهر بتصميم الكثير من المساجد المميزة في مصر، زي جامع المرسي أبو العباس بالإسكندرية، وجامع عمر مكرم بالتحرير، وجامع الزمالك بالزمالك. وأسس كمان جامع الرفاعي. وماريو روسي اعتنق الإسلام سنة 1946 وتوفى سنة 1961 بالحجاز، ولا تزال لحد دلوقتي ذريته عايشة في مصر. ومع ذلك يعني مصر ما ادتش أحفاده الجنسية المصرية إلى الآن. ومن أهم أعمال ماريو روسي اللي موجودة في مصر زي ما احنا قلنا مسجد عمر مكرم، مسجد الزمالك اللي موجود في الزمالك، مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، مسجد محمد قريم في راس التين بالإسكندرية، مسجد أحمد يحيى باشا في الإسكندرية، فيلا عاصم في الزمالك، والمركز الإسلامي في واشنطن، وكمان عمارة الجبلاية في شارع حسن صبري، وعمارة جاستن وايزر اللي هي في شارع التوفيقية اللي احنا اتكلمنا عنها، وفيلا جورج واصي في حي جاردن 6. انا ما صورتش العمارة من جوه لان مدخلها ما كانش نظيف وما كانش حلو للتصوير، بس هي العمارة من بره تحفة معمارية فعلا يا جماعة، تستحق ان احنا نتكلم عنها او نذكر تاريخ. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا لي شير للفيديو، واشوفكم فيديوهات جديدة. باي باي.